السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم احلى اخوات في الدنيا؟ يا رب تكونوا بالف خير. ده ان شاء الله الديتول اللي هنعمله بقوة الليمون والنعناع، يعني عاملينه من قشور الليمون والنعناع. بجد ريحته تحفة تحفة تحفة. انا عملته بجد، ريحته قلب الدنيا، ريحته حلوة قوي قوي. يا ريت حبايب قلبي اللي مشرفيني منوريني على القناة ولسه ما عملوش اشتراك، يا ريت يا حبايب قلبي تعملوا لي اشتراك فضلا وليس امرا. ويا ريت يا حبايبي ما تنسوش اللايك، عشان اللايك بيرفع الفيديو وعشان يوصل لكم كل جديد انا بقدمه على القناة. انا بجد عامله معاكم وصفه 2 في 1 روعه. وصفه تمسحي بيها، يعني تعقمي بيها المطبخ، الرخام، تمسحي بيها الحمام، تمسحي بيها الارضيات. تحفه بجد، هتخلي لك الشقه ريحتها روعه. وكمان عاملين معاها وصفه للقضاء على الدهون. انا طبعا هجربه معاكم. طبعا هندعك مع بعض السيراميك. بصوا يا حبايبي، دي دهون كده ورا البوتاجاز. بصوا دهون وزيوت، بس الكاميرا مش موضحه قوي. بصوا عامله ازاي، بص الزيوت عامله ازاي والدهون. هنعمل مع بعض. ادي الوصفه اهي، هنرش عليها كده. ممكن تسيبيها دقيقه كده. تمام. انا هجيب كده حته سلك وادعكها معاكم اهو كده، رشيتها زي ما انتم شايفين. وهبتدي بقى ادعك. السلكه ناشفه عاديه ومش بلاها ولا حاجه. وهبتدي ادعك كده قدامكم. بدعك بكل سهوله، يعني بصوا مش بدعك قوي. برضو اللي فيها دهون جامد اهي. بصوا بتطلع الدهون عامله ازاي. مش عارفه واضح قدامكم ولا لا. ما بدعكش قوي ولا حاجه. بصوا اصلا ابتدى يبقى عامل ازاي. اهو بصوا. وبرده هنا في الجنب ده برده دهون اهي. اول ما بحط الخلطه دي على الحيطه كده زي ما انتم شايفين، اول ما برشها وابتدي ادعك. وطبعا سلكه عاديه خالص، مش من اللي هي الناشفه، وكمان مش بلاه ولا حاجه. بصوا بتبتدي تطلع كل الدهون. بصوا بعد ما دعكتها كده هنجيب كده الفوطه زي ما انتم شايفين. بصوا تنظيفها اهي. بصوا انا ما قفلتش معاكم الكاميرا اهو عشان اوريكم منظرها عامل ازاي. بصوا طلع كل الدهون من غير بقى ما نمسح، من نرشب ميه ولا باي حاجه، على الناشف كده. بصوا الدهون عامله ازاي في الفوطه، شايفين؟ بصوا يا حبايبي بعد ما غسلنا السيراميك مع بعض، بصوا بقى عامل ازاي. روعه بجد. الدهون اللي فيه راحت خالص تماما بمجرد ما انا رشيت عليه بالخلطه. وطبعا الفوطه كنت جايباها ناشفه، كنت منظرها عامل ازاي. يعني الخلطه دي رائعه، يا ريت تجربوها. حلوه قوي قوي. ايه رايكم بقى؟ وبدون اي مجهود ولا اي حاجه. بجد وصفه روعه روعه روعه، مش مكلفاني اي حاجه. ان شاء الله تنول اعجابك. يلا بينا على الوصفه عشان نشوف احنا ازاي عملناها مع بعض. ان شاء الله يا حبايبي هنعمل احلى ديتول من قشور الليمون والنعناع. هنعمل احلى ديتول بالليمون والنعناع، بجد تحفه ومعقم حلو قوي قوي. بس قبل ما نبدا كده الوصفه نسمي الله ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. اول حاجه في الوصفه بتاعتنا معايا كده حوالي لتر من الميه، ميه عاديه خالص من الحنفيه. وهجيب لتر كمان من قشور الليمون ده، عصير ليمون. تمام. انا جبت قشر الليمون بقى ايه، واخده قشور الليمون ما برميهاش، بحطها كده، احطها في كيس واحطها في الفريزر. تمام. لما بعوز بقى اعمل وصفه بجيبها كده، غسلتها كويس وحطيتها في طبق. اخدت شويه يعني واخدتهم في طبق او في حله في اي حاجه يعني، وحطيت عليهم ميه وسويتهم على النار. وبعد كده ضربتهم في الخلاط وصفيتهم وخدت حوالي لتر منه. تمام. ومعايا ده حوالي كده مج من النعناع. تمام. ده النعناع اللي يا حبايبي اللي احنا بنشربه العادي، اللي هو النعناع الطبيعي. بنشتري تقريبا الربطه بجنيه. بناخد طبعا، انا بنشفه واخدت شويه كده وايه، وحطيت عليهم ميه وغليتهم على النار واخدت منهم مج.
تمام. ما عندكيش النعناع اللي هو اللي احنا بننشفه ده، ممكن لو عندك النعناع الباكت ممكن ايه تعملي كيس، بس طبعا النعناع الطبيعي بيدي ريحه احلى. ما توقفيش نفسك على حاجه، يعني لو عندك الباكت اعملي، بجد ريحته تحفه، مش عايزه اقول لك الريحه بتاعته عامله ازاي، روعه بجد. وطبعا الوصفه ان شاء الله دي مش مكلفانه اي حاجه. القشور الليمون دي عندنا يعني احنا بنرميها، بدل ما نرميها بنحطها في الفريزر ونستعملها زي ما انتم شايفين كده. وطبعا اخدت مج واحد بس من عصير النعناع، يعني الوصفه مش مكلفاني دلوقتي لغايه دلوقتي اي حاجه. بعد كده هجيب كيس من الديتول اهو، بجيبه من عند بتاع المنظفات، تمام. ده لتر، تمام. انا بشتريه ب4 جنيه. طبعا في ناس تانية ما بتشتروش ب4، في ناس بتشتري ب5 وب6، مش طبعا مش كل الاماكن بتبيع زي بعضيها، تمام. اهو هحط اللتر، طبعا هفتحه لحظه اهو يا حبايبي. هبتدي احط اللتر زي ما انتم شايفين كده، هحط اللتر كله اهو يا حبايبي. انا حطيت كده اللتر، هودلق مني شويه كده على المفرش. ايه رايكم بقى؟ بجد ريحته تحفه، ما بحبش احلف بس والله ريحته جامده جامده جامده. طبعا هي الوصفه بتاعتنا كده خلصت. ممكن لو عايزه تحطي معلقتين من الكلور الابيض حطي، معقم حلو قوي برضو، تمام. بس انا ما عنديش دلوقتي فمش هحط. طبعا الوصفه دي حلوه قوي. عملنا من لتر انا اشتريته ب4 جنيه، حطيت كمان عليه لتر من قشر الليمون والنعناع ولتر ميه. ممكن ازود كمان بس انا عايزاها كده قويه جدا، ريحتها حلوه قوي قوي. طبعا الوصفه بتاعتي ما كلفتنيش غير 4 جنيه، وبقيه الحاجات اللي من القشور والميه فما كلفتنيش غير 4 جنيه بس. عملت احلى ديتول. طبعا انت ما تعمليش كميه كبيره لان الدنيا حر هتبوظ منك، ولان كمان ما فيهاش ماده حافظه غير كيس الديتول اللي احنا حطيناه طبعا من عند بتاع المنظفات، بيبقى جواه ايه بيحفظه لنا شويه. بس مش طبعا ما تعمليش كميه كبيره، اعملي كميه صغيره بكميه صغيره، تخلص من عندك اعملي غيرها عشان ما تبص منك، تمام. طبعا كمان ممكن تمسحي بيها الرخام، معقم حلو قوي قوي. امسحي بقى الارضيات، اعملي بيها كل حاجه تحفه بجد. بس انا هعمل منها كمان حاجه، يعني انا هعمل 2 في 1. هنعمل كمان وصفه منها لشيل الدهون، تمام. انا كده يا حبايبي اخدت شويه كده من الديتول في العلبه زي ما انتم شايفين كده. هنعمل وصفه 2 في 1. هنعملها بقى القضاء على الدهون، وكمان طبعا كمان معقمه. بعد كده يا حبايبي بصوا، ده صودا او بوتاس في بعض الدول، حجر تسيك المجاري او ضيب وشار او كترون زي ما انتم شايفين كده. هي قشور، هناخد منها معلقه صغيره اهو، دي معلقه صغيره خالص. المعلقه دي طبعا هتبقى قويه جدا في القضاء على الدهون، وهنقلبها كويس. بصوا يا حبايبي، انت بقى بيدوبي الصودا بره عشان يعني ايه مش هتدوب منك بسهوله هنا على طول. فانت دوبيها في شويه ميه صغيرين خالص وروحي حطها على الديتول ده، تمام. طبعا الوصفه دي بجد جباره في القضاء على الدهون، لانك قشور الليمون مع الصودا بجد تحفه في القضاء على اصعب الدهون. طبعا بقى ورا البوتاجاز فيه دهون صعبه، ادلقي عليها وسيبيها دقيقه كده وادعكيها، هتطلع معاكي بسهوله قوي. على السيراميك برضو بجد تحفه. لو عملتي بيها برضو الشفاط روعه بجد. يعني احنا عملنا دلوقتي وصفه 2 في 1، تمام. وطبعا كمان معقمه. انت طبعا تلبسي كلافز في ايديكي عشان هتبقى حامل، واللي عنده كمان حساسيه. بصوا يا حبايبي تقلت ازاي ولونها كمان غير. انا هجربها معاكم واحطها في البخاخه دي ونجرب. انا كده فضيت في البخاخه دي زي ما انتم شايفين كده، ولسه فايض كمان شويه. طبعا انا كان ممكن احط هنا كمان شويه هنا، بس في ناس ما بتحبش الصودا، فانا عملت ايه الشويه دول لوحديهم كده عشان اعمل بيهم الدهون، يعني تعملي بيهم الدهون لوحديهم. والديتول اللي انا عاملاه في الطبق ده تمسحي بيه بقى عادي. بجد روعه. حتى اللي انا عملته بالصودا ده مش عايزه اقول لك الريحه بتاعته عامله ازاي. ريحه اصلا الليمون مع النعناع تحفه بجد. وصفه متعدده الاغراض هتعملي بيها حاجات كتير، روعه بجد. الوصفه دي جميله جدا جدا ومعقمه. شفتوا انا اول ما رشيت على السيراميك من غير ما اسيبه دقيقه ولا 2. انت ممكن لو هو شديد قوي سيبيه دقيقتين كده
وبعد كده ادعكيه. انا طبعا ما سبتهوش، بمجرد ما انا رشيت ودعكت بالسلك على الناشف ابتدت الدهون والزيوت تطلع بكل سهوله. ونشفتها برضو بالفوطه من غير ما ابل الفوطه ولا اي حاجه، برضو على الناشف. شفتوا كميه الدهون كانت قد ايه على الفوطه. بجد روعه الوصفه دي. عملنا 2 في 1 ديتول، وكمان ديتول تعقمي بيه الارضيات والرخام، وتمسحي بيه الحمامات. بجد روعه وريحته حلوه قوي. وعملنا منه كمان وصفه يعني تقضي لك على اصعب الدهون اللي موجوده في المطبخ او الشفاط او اي دهون موجوده عندك ورا البوتاجاز. بجد تحفه، يا ريت تجربوها. وطبعا كمان معقمه وريحتها حلوه قوي قوي. ايه رايكم بقى يا حبايبي في الوصفه دي؟ بجد روعه. يا ريت تجربوها بجد على ضمانتي، ان شاء الله بقى تعجبكم تنول اعجابكم وتدعوا لي. يا ريت يا حبايبي لو عجبتكم الوصفه اكتبوا لي في التعليقات، ولو عايزين اي وصفه تانية اكتبوا لي في التعليقات. ايه رايكم؟ ويا ريت ما تنسونيش باللايكات، ويا ريت تعملوا اشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.